هانتوما خوتي، اليوم الطبق ديالنا الهرقمه او الكرعين بالحمص. نتمنى من الله يعجبكم. طبق غزال كيشهي، طبق ديال هذا الوقت الشتوي. كنتمنى من الله يعجبكم. معلك، مريقه خاتره، ابلي فيه طايب والحمص كل حاجه. نتمنى من الله تجربوه وتمنيتكم وكون كنتو معايا وتذوقوه من عندي. ندوزو دابا نحضروه مع بعضياتنا. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله كي كتشوفوا الكرعين بالحمص والزرع، طريقة سهلة كيجيو بنانين. بسم الله على بركة الله. عندي هنايا الكرعين، كرعين ديال البقر، كانوا عندي في الفريغو، داكشي علاش راهم متلاصقين مع بعضياتهم. المهم مغسولين منقيين، مقطعين طريفات صغارين. نتوما كتشوفوا مقطعين طريفات صغارين. وعندي هنايا الزرع، وعندي الحمص. وبالنسبه للتوابل عندي الملحه كتبقى دائما على حسب الذوق. عندي معلقه صغيره ديال الكمون ما عامراش بزاف، معلقه صغيره ديال السكينجبير ما عامراش بزاف، معلقه ديال الخرقوم حتى هي ما عامراش بزاف، 4 معالق ديال الابزار، معلقه صغيره ديال البابريكا حتى هي ما عامراش بزاف. ما تقووش التوابل باش ما كتجيش التوابل غالبه. هنا عندي الثومه، المهم على حسب 5 الفصوص 6، على حسب واش صغار ولا كبار. الملحه كيف قلت لكم على حسب الذوق. هنا عندي واحد القبيطه ديال القزبر والمعدنوس، بغيتو قطعوه بغيتو عملوه هيدا. الثومه حتى هي بغيتو عملوا وحده بغيتو عملوا جوج. انا حيتاش ولادي كيبغيو الثومه، بنتي وحده، بنتي وباباها اللي كيبغيو الثومه، درت جوج. وعندي 2 معالق ديال المركز ديال الطماطم، يعني مطيشه ديال الحك، 2 معالق كبارين ما عامرينش بزاف. وعندي زيت العود، زيت العود ولا زيت، المهم زيت العود هي زيت الزيتون، واللي بغى يخلط ما بين الزيتون وزيت المائده يخلط، واللي عنده غير زيت المائده حتى هي ممكن. مهم على بركه الله. هنا خدينا الكوكوط ديالنا وغادي ناخذ الكرعين. بسم الله. وغادي ننزلوهم. الكرعين كانوا عندي في الفريغو، وضروري ملي كتجبدوا سواء اللحم ولا الدجاج ولا الكرعين اللي جبدتوه كان في الفريغو، ضروري تغسلوه من داك الثلج اللي كيكون زايد في اللحم، ولا لحقاش كيعطي واحد المذاق خايب الا طيبتوه بلا ما تغسلوه. ضروري هاي تغسلوه باش داك الثلج كيمشي منه. المهم درت هنايا الكرعين. كتكون عندي شي نصيحه كنصح بها لان كنكون ديجا جربتها ولقيت فيها الفرق وكنبغي نشاركها معكم. هنايا درت الكرعين، غادي ندير الحمص. هنا راني عملت الحمص، غادي نعمل التوابل كيف قلت لكم. نعاود اللي ما سمعش من الاول. ندير بابريكا، الملحه، الخرقوم، سكينجبير، الكمون، الابزار، الثومه. غادي نعمل الربيع، غادي نعمل الصلصه. الا لاحظتوا هاد الكرعين راني ما دايرهش فيهم البصله، دايرهم بلا بصله غير هيدا. ولا دخلتوا عندي القناه راكم غتجبروا الفيديوهات ديالي القدام، راه ديجا عندي الكرعين بالحمص بوحديتهم وبالبصله. عندي الكرعين حتى هما بالزرع. المهم كل طريقه وطريقتها. المهم كتعرفوا دابا راني كنعاود القناه من الاول، دابا علاش كنولي نعاود معكم الوصفات. وكنتمنى من الله يعجبكم، كنتمنى من الله تضربوا دويره في القناه. غادي نعمل واحد الكاس ديال الماء باش نشحروا الطنجره باش ما يتحرقوش التوابل. غادي نخليو الزيت ما غنعملوهاش دابا، والثومه ما غاديش نعملوهم دابا. الزيت كنعمل واحد نص كاس ديال الزيت البلديه حتى كتشحر الطنجره، عاد نزيدو الزيت ونزيدو الثومه.
هنا الطنجره ديالنا بدات كتشحر. غادي نعملو الزيت، قيمت واحد نص كاس ديال الزيت، وغادي نحركو هاد الكرعين مزيان باش تشربوا هاد السويته وهاد العطريه مع داك الكاس د الماء اللي درت في الاول. قلبوهم بعد ما تشحروا غادي ناخذوا الماء وغادي نديروا القياس ديال الماء اللي يكفينا. المهم حتى ما يبقاوش يبانوا هاد الكرعين والحمص. نحركوهم هذا مزيان باش تدخل فيهم التوابل اللي تحركوا. هنا من بعد ما عملنا الماء القياس اللي غادي يطيب فيه من الحمص والكرعين، غادي نشدو الطنجره ديالنا، غادي نشدوها وغادي نخليوها لمده ديال واحد 45 دقيقه حتى يكونوا الكرعين ان شاء الله طابوا، وداك الساعه نرجعوا باش نزيدو الزرع اولا ابلي. ايوا هذا اللي كاين. هنا البنات غادي نزيد الثومه، نسيت ما قلتها لكمش، انا عملت الرويصات ديال الثومه وغادي نرجعوا نشدو الطنجره. الثومه راها مغسوله ورقدتها في الماء مزيان باش الا كانت شي حاجه فيها تخرج، وحيت لها داك الجلده البرانيه وعاد راني درتها. هنا غادي نرجعوا لهاد الزرع. منين تاخذوها البنات والدراري، المهم انا كنقول للبنات خوتي وخواتاتي ضروري تغسلوه. شوف دابا هاد الماء كيفاش كيبان، ما نعرفتش كيبان لكم ولا ما كيبانش. انا هنا كيبان لي الماء موسخ، ضروري تغسلوه واحد 2 غسلات ولا 3 وتصفيوه. انا دابا غادي نهرق عليه هذا الماء، غادي نعاود له الماء الثاني ونشوفوا كيفاش غيبقى. هنايا اخوتي من بعد ما طابوا الكرعين وطاب الحمص، نتوما كتشوفوا راه طايب، عرفتي حديت والزبده. دابا غادي نزيد عليه غندير الكسكاس وغادي نزيد عليه الزرع. هنايا الزرع راني غسلته مزيان درته في هاد الصفايه. دابا غادي نعملو هنايا، ودابا الزرع غادي يطلع له المريقه حيتاش غادي تبقى هاد غيبقاو الكرعين كيغليو، الطنجره غتبقى كتغلي والمرقه غادي تطلع للزرع وغادي تشرب بهاد النكهه ديال الكرعين وغادي تشرب كلشي ان شاء الله. واحد شويه، واحد 10 دقائق ويكون واجد. نرجع نشد عليه الكوكوط ان شاء الله ونتلاقاو. هانتوما البنات شوفوا هاد الزرع كيفاش طاب وتشرب داك المريقه كامله طلعت له، تبارك الله ما شاء الله. حبه على حبه ان شاء الله ندوزو للتقديم. نديرو شويه ديال المريقه، شويه ديال الحمص. الطبق ديالنا كيجي غزال تبارك الله ما شاء الله، كيشهي. ما شهيتكم، هذا وقت البرد، جاي وقت الهرقمه، وقت الدواره وحمر الراس وشي براد ديال اتاي. المريقه كتجي خاتره، نتوما كتشوفوا مريقه خاتره ملبيه. نديرو داك الرويصات ديال الثومه. هاد الرويس وقت تقريبا تفتت. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كنتمنى من الله يعجبكم، كنتمنى من الله تجربوه بالطريقه ديالي. شاركت معكم طريقتي، كل واحد عنده طريقته، لهذا واحد كيجرب اي حاجه شافها كيجربها. كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش الله يرحم الوالدين. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.